لم أكن مستاء من الإعلام العربي الذي تناول الصومال مثالا للدمار والانحدار. كان ذلك أمرا واقعا. كنا وبدافع الفضول الإنساني نتطلع إلى الحفر عميقا. ظننا أن شيئا ما في الأعماق بعيدا عن أنظار الجميع. ظننا أن هناك كنزا يجب أن نكتشفه. وعندما وصلنا إلى القعر لم نجد سوى البؤس يا أصدقائنا. وجدنا المكان قاتما موحشا وعرا. وقررنا وبشكل جماعي أن نعود أدراجنا، وبدافع الحب سنخبر كل من نقابله في عودتنا بأن الطريق إلى القاع مسدودة. سنخبر الجميع بذلك. أظن أن وقوف الرئيس الصومالي السابق بجانب الجديد فرماغو مشبكا يده في يده مع ابتسامة كافية سوف تخبر الأشقاء بأن الحفر عميقا جهد ضائع. لقد قرر البرلمان الصومالي أن يقف حيث وقف شعبه، حيث الثكالى والأرامل، حيث أبناؤهم العائمون في البحر الأبيض المتوسط، الضاربون صحراء أفريقيا الكبرى، السالكون دروب أوروبا الممتلئة بالثلج. كيف لنفس صحراوية الطباع أن يكون الثلج رديفها في الحياة؟ سؤال أتمنى أن يكون جواب رئيسنا الجديد كافيا شافيا تجاهه. الوقت ضيق، واللائحة طويلة، والتحديات كثيرة، والموارد شحيحة، لكنه يحظى بشيء لم يحظى به رئيس قبله. لقد حظي فرماغو بقلوب الصوماليين، قلوب كل القبائل، وهذا هو رأس ماله الحقيقي.